الصناعية. بلغ عدد المشاريع التي تم إعلانها ولم تنجز في الفترة الممتدة بين 2005 و2015 ما يقارب 7548 مشروعا، وبلغت تكلفة جميع هذه المشاريع ما يقارب 12.5 مليار دينار، وتتركز أغلب هذه المشاريع في إقليم الشمال الشرقي بنسبة 47%، فيما تصل النسبة في الوسط الشرقي إلى 23%. السوق هام جدا. ثانيا التمويل فيه جزئين، تمويل المؤسسه عندها انطلاقه، لكن اذا انطلقت المؤسسه عندك تمويل الفون دو رولمون، هذا نشوفوه نلاحظوه بالنسبه للمؤسسات. والعامل الثالث هو المحيط البيروقراطي بصفه عامه. وقد تراجع معدل بعث المشاريع في تونس من 470 مشروعا دخل في مرحلة الإنتاج بين 2005 و2011 إلى 292 مشروعا دخل في مرحلة الإنتاج، ما تسبب في تراجع عدد مواطن الشغل المحدثة بنسبة 50%. إعداد مشروع نص يعني حول ما يسمى بالتمويل التشاركي الكراود فاندينج، وهو إحدى الحلول التي يمكن تقديمها لأصحاب المشاريع الذين يجدون صعوبة في النفاذ للتمويل لدى المؤسسات البنكية الكلاسيكية. وتعتبر مشاكل التمويل أهم أسباب غلق المؤسسات الصناعية بنسبة 81%، تليها مشاكل الديون المتراكمة بنسبة 72%، إضافة إلى عدم قدرة هذه المؤسسات على المنافسة وحالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. هذه العراقيل تتمثل أساسا في عراقيل متصلة بجانب التمويل، جانب النفاذ إلى التمويل. هناك عراقيل أيضا متصلة بالتراخيص والجانب البيروقراطي وجانب التراخيص الإدارية إلى آخره. هناك أيضا جملة من العراقيل الأخرى التي تمت إلى تشعب الإجراءات القانونية والإدارية. هذا وقد ختمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد دراستها باقتراح خطة عمل من 5 محاور مهمة تهدف إلى تحسين إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز ديمومتها.